السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. أول حاجة آسف على المنظر ده، والله ما في وقت بتابع أخبار الزمالك، بحاول أكتب والله حاجات، أعمل مش عارف إيه الشغل برضو عندي ما عنديش وقت أروح للحلاق أخد دقني حتى، بس يعني بلاش شعري بلاش الدنيا. الحمد لله طبعا، يعني أنا آسف يعني لو بغيب أو بطلع بمنظر شبه كده أو بطلع في أوقات غريبة، أنا آسف. معانا قصة النهاردة، قصة تمرد زيزو وفتوح من الآخر. إيه، أنا زي أي حد بتابع الأخبار، بتابع مش عارف إيه، ما عنديش أنا يعني مصادر تجيب لي أخبار أو الكلام ده، سواء مصادر رياضية أو في مؤسسة حكومية أو أيا كان. ما فيش، أنا متابع عادي. ولكن أختلف في إيه؟ مش هختلف إن أنا يعني أعرف أكتر من الناس، لا، اختلف في حاجه بطبيعه عملي بطبيعه شغلي. انا بيجي لي حالات ناس عندها اكتئاب، تعبانه نفسيا، بتاع مجموعه شباب مش عارف ايه، طبعا في اليابان الكلام ده. مش عارف عندهم مشاكل سواء اسريه او ايا كان. فانا ما اعرفش اللي بيكلمني ده بيكلمني بصراحه ولا لا، مش شكا في اللي قدامي. ولكن لما بسمع من طرف واحد، آه، الله اعلم بظروف الطرف الثاني او ظروف الطرف اللي هو بيحكي لي او ايا كان. فبجمع المعلومات اللي باخدها من العميل، او الشخص اللي طالب مساعده، بجمع المعلومات وبشوف اللي هو بيقوله بفلتره عشان اوصل للحقيقه. طبعا انا هاجي بالخطوات، عايز بس اوصل ان ده ليها طبيعه عشان اوصل، عشان اما باجي اتفرج على حاجه عشان اوصل للحقيقه، لان انا بسمع من طرف واحد. لان معظم الاخبار الطرف بيقول لك انا جالي خبر ان مثلا فتوح قال كذا، فتوح ما طلعش قال، فانا بسمع من طرف واحد، مش بكذب الطرف ده لا سمح الله، ولكن انا بسمع من طرف واحد بس، فعايز اوصل للحقيقه. طبعا هناخد الخطوات دي مع بعضينا ان شاء الله، ونفكر مع بعض، ممكن اطلع غلط وممكن اطلع صح، الله اعلم. ان الله اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. الله اعلم اللي انا بقوله برضو ده ليا غرض، او بعمل اسقاطات على حد او اي حاجه، او بقوله كده عشان ادردش مع حضراتكم. الله ربنا عالم بكل حاجه، انا مش هبرر اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا قصه تمرد زيزو وفتوح من الاخر. يعني نجمع بياناتنا ونرتب افكارنا ونجمع المعلومات اللي احنا خدناها سواء من الاخبار او ايا كان. سمعنا ان زيزو وفتوح تمردوا وادعوا الاصابه عشان ما يسافروش مع النادي بسبب ان هم ما خدوش مستحقاتهم. تمام. عندنا برضو معلومات اللي احنا شفناها بقى قدام عيننا، ان زيزو لعب 62 دقيقه في مباراه مصر ضد تونس وطلع بسبب تغيير فني. شفنا كده المدير الفني طلع ما قالش ان التغيير اللي عامله بزيزو ده، ما قالش ان هو تبع اصابه. فتوح قبل المباراه كابتن رضا عبد العال طلع قال ان فتوح قال انا مصاب عشان هو ما كانش عايز يلعب، لان الراجل كان بيفضل عليه ناس في مكانه، ما كانش عايز يلعب. ففتوح قال انا مصاب، وعشان ما يتعاقبش كمل في موضوع الاصابه. ده الكلام اللي قاله كابتن رضا عبد العال. تمام، احنا بنجمع بيانات وبنجمع معلومات وبنجمع اخبار عشان نعرف الكلام ايه كله. نيجي بقى للسباقات. هل فتوح كان ليه سابقه في الموضوع ده قبل كده؟ فتوح كان ليه سابقه ان لما رئيس نادي الزمالك السابق لما طلع قال ان فتوح بيعمل حاجات مش عارف ايه والكلام ده، فتوح طبعا زعل على نفسه، حاجه طبيعيه، رد فعل طبيعي.
قال انا مش عايز العب وبتاع، وانا عندي التهاب في الكاحل ومش هقدر العب. الناس برضو طلعت قالت انه بيدعي الاصابه. تمام. زيزو ليه سابقه قبل كده في الكلام ده. زيزو يعني على قد ما اتذكر ملوش سابقه في الكلام ده قبل كده. تمام. في وجهه نظر تانية بتقول لك لا والله ده فتوح فعلا مصاب وعنده وعكه صحيه ومش عارفه ايه، وزيزو مصاب وعنده وعكه صحيه، وهم زعلانين ان هم ما خدوش مستحقاتهم وغضبانين. وده رد فعل طبيعي من اللعيبه بتحب نادي الزمالك وشايره نادي الزمالك، شاريه نادي الزمالك، وبيحبوا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك والكلام ده كله. معانا وجهتين نظر وجمعنا معلوماتنا وجمعنا حاجات. تمام. تاني خطوه عشان نطلع بتفسير منطقي وصحيح، بعد ما جمعنا معلوماتنا نستبعد الحاجات اللي هي مستحيل لاعب كوره يعملها، ونستبعد الحاجات الغير منطقيه اللي ما تخشش العقل. عشان نعمل كده لازم لمده دقيقتين نلغي انتمائنا خالص. احنا ناس مش زملكاويين، احنا ناس بره النادي، احنا ناس ما نعرفش اي حاجه، احنا قدامنا حالات عايزين نوصل للحقيقه بتاعتها. تمام. من غير تعاطف مع حد ومن غير دفاع عن حد ومن غير هجوم على اي حد. خلاص. هل لعيبه كره قدم قد نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي بالملايين تربيهم؟ هل لاعب كره قدم يربي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك عشان ما خدش مستحقاته؟ انا بتكلم في الوضع الطبيعي، في الناس الطبيعيين اللي عندهم عقل طبيعي. طبعا دي حاجه مستبعده جدا ان انا اربي نادي الزمالك مكان اكل عيشي ومكان شغلي ومكان انتمائي ومكان اللي بلاقي تقدير من ملايين الناس بينادوا باسمي في الاستاد وبيشجعوني مهما كنت وحش ومهما كانت النتائج كارثيه ومهما كنت لعيب متخاذل ابن 60 في 70. انا ما اقدرش اقف قدام جماهير الزمالك واربيهم. فدي حاجه مستبعده لان احنا بنتكلم في وضع طبيعي. لو وضع مجنون بقى ولاعيبه مجانين كلام يختلف، لكن احنا هنتكلم في الوضع الطبيعي. طبعا ده استبعاد ان هم بيربوا نادي الزمالك عشان ما خدوش مستحقاتهم. تاني حاجه، هل عندهم اصابه بجد او بيدعوا الاصابه؟ هنا نختلف مع بعضينا ونتفق مع بعضينا في حاجات. ليه؟ لان احنا مش دكاتره ومش جوه النادي ومش عارفين الكلام ده. يعني حتى لو هم حاسين باي حاجه فاحنا هنقوله حاجه كده خارجيه من على القش من بره، بس كده سطحيه. لعيب يدعي الاصابه ممكن اصدق ان فتوح يدعي الاصابه، لانه لو لعب الماتش ده ممكن يشكوا في اتحاد الكوره اللي بيتلككوا لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك على اي حاجه ويوقفوه ان هو ادعى الاصابه وكان مخادع وكان كذا 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 زي ما كابتن رضا عبد العال قال. ممكن فتوح نقوله ماشي بنسبه 30 40% ان هو ادعى الاصابه. لكن زيزو، احنا شفنا زيزو حتى اما بيكون مصاب ما بيبقاش عايز يطلع من الملعب، بيلعب، بيجتهد، بيضيع مش عارف ايه، شوط في العارضه، متخاذل، بوظ الدنيا، لعيب جامد، لعيب مجتهد، طلع قال انا بحب الزمالك وبحب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك والدنيا الكلام ده كله. تمام. فانا استبعد ان يكون زيزو مدعي الاصابه لغرض ان نادي الزمالك يقع في مشكله او يسافر. عشان تعرفوا قيمه زيزو بقى اما تخسروا بقى من ارتا سولر.
انا استبعد دي من وجهة نظري. إيه اللي انا مش هستبعده ان هو غضبان انه ما خدش مستحقاته. لعيب كان عنده فرصتين. اول فرصة السنة اللي فاتت ان هو يروح نادي الريان القطري، او مش فاكر نادي ايه، ما راحش وجدد مع النادي بفلوس كتيرة، ولكن جدد مع النادي واحترم الجماهير. جاله فرصة من الشباب السعودي اللي عندهم القيد قفل اصلا خلاص، ان هو يروح، واما الناس رفضوا والجماهير رفضت قال انا مكمل، واللي انتوا شايفينه عايزين تبيعوني بيعوني، مش عايزين تبيعوني انا قاعد لحد اما عقدي ينتهي. كان عنده فرصة ثالثة ان هو يروح يشتكي نادي الزمالك لانه ما خدش مستحقاته لمدة 3 4 شهور خلاص. فان هو يكون بيعمل كده عندن في نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، لا استبعدها. لكن غضبان ان هو ما بياخدش مستحقاته. ليه؟ ان انا شغال. بص، قبل ما نبدا في اي حاجه، الرزق ده بتاع ربنا. ربنا من قبل ما يتولد زيزو كاتب له الرزق ده ياخد كام وما ياخدش كام، 30 مليون 40 مليون 60 مليون 800 مليون، ياخد ملايين الدنيا كلها. الكلام ده ربنا كاتبه لزيزو. ان انا اقول لعيب ما بيعملش حاجه وبياخد ملايين على الفاضي، طبعا احنا عشان ضيق الحال والظروف المعيشيه والدنيا بايظه بنقول الكلام ده غصب عننا. ولكن ما ينفعش يعني، حتى انا مش عايز اغلط في حد، مش عايز اكون يعني بغلط في حد او بتهم حد باي حاجه، ولكن يعني ده رزق بتاع ربنا، ربنا كاتبه له وكاتب لنا احنا الرزق المحدود الصغير ده اللي هو مش ملايين ولا اي حاجه. يمكن ربنا يرزقنا بملايين والكلام ده كله فيما بعد، ويرزقنا بحاجات اكتر من الملايين. فان هو بياخد كام ده مش عايزين يعني نتكلم في الموضوع ده خالص، لان هي دي كده، هي الكوره كده وبقت كده في مصر وخلاص. وفي ظلم، ناس بتشتغل 30,000 ساعة في اليوم، وناس بتقعد تنزل بالشورت والتيشيرت وتجري شوية ومش عارف ايه، وسواحل الساحل بقى ده ربنا عايز كده خلاص. والدولة السبب في كده ان هي بتعمل الدعم ده للناس، وسايبة ناس تانية بتشتغل بجد وبتعمل حاجات مفيدة للبلد وما بتعمل لهمش حاجة خلاص. هو ملوش ذنب في الكلام ده. فقلنا انا تهت. الراجل قعد ما راحش الاماكن، ما يعني ما قال خلاص، والكيد كده كده قفل اساسا في السعوديه وخلاص. فان هو يتمرد ويربي نادي الزمالك، طب هيروح فين مثلا يعني؟ لما نقول له امشي دلوقتي هيروح فين؟ ما ممكن نادي الزمالك المدرب او او المعنيين في نادي الزمالك يقولوا له والله انت تقعد تجميد، هنجمدك، خد مستحقاتك اهي وهنجمدك. ممكن يعملوا كده. هل هو مش في حساباته الكلام ده؟ اللي احنا نعرفه عن زيزو ان هو لاعب ذكي فاهم، عنده متعلم، نسبة احترافية عنده مش عارفة عارف الكلام ده. انا مش بدافع، احنا قلنا هنلغي انتمائنا ونتكلم من بره كده بره. نيجي بقى نحط نظرياتنا على الهري اللي احنا قلناه ده كله. الغلط من على نادي الزمالك ان هو ما يوفرش الفلوس للعيبه ويعمل الجدل ده كله. الغلط لنادي الزمالك جدد لاحمد سيد زيزو ب 30 مليون وعمل كده في اوضه اللبس، كان سبب ان امام عاشور يمشي من النادي. والغلط ان ما كانش فيه مثلا جه عرض لزيزو، ما كانش فيه تنبؤ او فراسه في الاحداث او رؤيه في اللي هيحصل بعد كده، ان هم جاله عرض عشان ما يقعدش يزن علينا، وعشان اللعيبه ما تقعدش تقول مش عارفه اشمعنى زيزو مش اشمعنى زيزو. جاله عرض، شوف العرض ده هيناسبنا نبيعه، نتفاوض 10 مليون دولار، لا 12، لا طب انا عايز بقى 15، لا انا والله 13، طب يا عم خد زيزو. غلط. الاداره السابقه والناس الحاليين برضو
وغلط عند جماهير الزمالك اللي هي يعني انا مش بغلط فيك والله ما قصدي اغلط في جمهور الزمالك، كلكم على راسي، ولكن ده غلط ان احنا نفضل متمسكين بالاشباح، وبنجيب سيرتهم لحد دلوقتي. اشرف بن شرقي خلاص انتهى، لعب معانا متعنا وخلاص. في ناس تانية، في ناس جديدة ماسكين في اشرف بن شرقي. زيزو لعب معانا متعنا خلاص، ماسكين في احمد سيد زيزو. تجديد، تغيير. والله يعني الراجل، يعني الناس دي ما نفعتناش في افريقيا، نغير. احنا عايزين افريقيا، عايزين مش عارف ايه. يعني غلط من عندنا كجماهير نادي الزمالك. اللي اتبقى ايه دلوقتي؟ يعني اللي بقى بعد ما استبعدنا المستحيل واستبعدنا الحاجات اللي مش منطقيه، عشان ما نطولش على حضراتكم برضو اكتر من كده، اللي اتبقى ايه؟ اللي اتبقى ان والله اللعيبه دي عندها حق ان هي تعمل اكتر من كده لانها ما خدش مستحقاتها. هو ده اللي اتبقى، هو ده التفسير المنطقي الوحيد، هي دي الحقيقه الوحيده. انا بدعي الاصابه، انا ما اعرفش، اثبت بقى، اثبت ان انا بدعي الاصابه. اهي يا عم روشيتا من مستشفى كذا، يا تعالى دكتور عباس، زيزو مصاب، صح كده يا دكتور عباس؟ صح يا زيزو؟ اثبت. الحقيقه الوحيده اللي قدامنا ان الناس على حق، سامسون على حق، سيف الجزيري على حق، حاجه واحده، ان هم ما خدوش مستحقاتهم. هو ده الاستنتاج اللي احنا طلعنا بيه بعد كل الهري ده كله، بعد كل ساعات بنتفرج من امبارح على ناس وعلى اخبار وبنقرا في اخبار. الحقيقه الوحيده، ممكن اكون غلط، ممكن اكون غلط، الحقيقه الوحيده ان الناس دي عندها حق عشان تاثير من نادي الزمالك ان ما صرفش مستحقات اللعيبه. نادي بيمر بظروف صعبه، انت لازم تستحملني. طب انا يعني انا ذنبي ايه؟ انا بعشق نادي الزمالك، ولكن ما تجيش عليا في عيشتي. ياخد 30 مليون يا عم، ايه هو الله اعلم بكل واحد. بقول لك ربنا كاتب لهم الرزق ده، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ما يمكن يكون بيساعد مثلا 800 الف اسره في الصعيد، ممكن يكون بيساعد ناس مش عارف فين، الله اعلم. ما نعرفش الحقيقه، ما نعرفهاش غير حقيقه واحده، ان الناس ليها حق ان هي ما خدتش مستحقاتها. ارجع بقى لانتمائي نادي الزمالك، انا زعلان منهم، ما ينفعش يعني، حتى تقديرا لجماهير نادي الزمالك اللي بتنادي باساميكوا ووراكوا في كل حته. تعال على نفسك، حتى لو انت مصاب اجتهد وسافر مع اللعيبه، حتى اللعيبه الصغيره لما تلاقيك بتكلمهم تلاقيك واقف على الخط متحمس. فدي علامه على احمد سيد زيزو وفتوح من جماهير نادي الزمالك. طيب ليكوا حق، ليكوا حق، واحنا لينا حق، احنا كجماهير الزمالك لينا حق. احلى علامه بالشفا. اسف على الاطاله، واسف ان انا يعني الكلام اللي انا بقوله يعني الى حد ما معقد، واسف ان انا مش ببسطه اكتر من كده. انا اسف، انا اسف، يعني لظروف معينه برضو، انا يعني اللغه برضو والكلام ده كله بيتاثر معايا، كذا لغه وكذا حاجه انا بيأثر معايا لما باجي اتكلم، يعني بتلاقيني بكهته كتير، بيفلت مني كلام. انا اسف. ولو حضرتك بتتفرج لحد دلوقتي يعني كتر خيرك، 20 دقيقه، انا اسف على التطويل. وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، والحمد لله اللي احنا طلعنا بحقيقه حتى بنسبه كبيره من وجهه نظري صحيحه. طبعا وجهه نظركم تحترم، على راسي من فوق، جماهير نادي الزمالك حبايبي.
ان شاء الله نكون حبايب دايما على طول، ونكون صف واحد ورا نادي الزمالك دائما وابدا ان شاء الله. كان معاكم بورتامنتو، اشوفكم على خير، سلام.